على مدار تداولات الأسبوع الماضي شهدت الأسواق مجموعة من التحركات العنيفة لأن كان عندنا مجموعة كبيرة من قرارات البنوك المركزية. شفنا البنك المركزي الياباني بيثبت الفايدة كما هي بدون أي تغيرات، وأيضا بنك إنجلترا والفيدرالي الأمريكي. التركيز كله كان على اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي اللي جاء متوازن بشكل كبير، بشكل قدر بيه إن هو يدعم الدولار الأمريكي ويعوض أو على الأقل يوقف سلسلة التراجعات اللي كانت بتحصل معانا خلال الأسابيع الأخيرة، وفي نفس الوقت يوقف سلسلة التراجعات اللي كانت موجودة في أسواق الأسهم الأمريكية. اتكلم الفدرالي الأمريكي إن هو غير مضطر لخفض الفايدة في الوقت الحالي، وإن حتى الآن سوق العمل الأمريكي ما زال يعتبر جيد، وإن توقعات البطالة لنهاية عام 2025 متوقع إن هي تستقر عند مستويات ال4.3%، وده نوعا ما دعم الدولار الأمريكي وخلانا نشوف وقف لسلسلة التراجعات اللي كانت موجودة معانا. أما بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية فأبقى الفدرالي الأمريكي توقعاته بوجود عمليتين خفض الفايدة بواقع 25 نقطة أساس خلال العام الحالي، وده أيضًا شيء بيدعم أسواق الأسهم الأمريكية، أو زي ما قُلنا خلّى أسواق الأسهم الأمريكية تتوقف عن سلسلة التراجعات اللي كانت موجودة معانا الفترة اللي فاتت. الفكرة كلّها أو السبب الرئيسي لتراجعات الأسهم الأمريكية خلال الأسابيع اللي فاتت كانت فكرة إن الفدرالي الأمريكي لن يكون قادر على خفض الفايدة بسبب أرقام التضخم المرتفعة، لكن الفدرالي الأمريكي نفى ده واتكلم على فكرة إن هو هيكون قادر على خفض الفايدة مرتين خلال عام 2025 بالرغم من استمرار الضغوط التضخمية. لكن الفكرة كلها كانت في أرقام التضخم الأخيرة. التضخم في الأرقام الأخيرة أو في القراءة الأخيرة تراجع نوعًا ما، وده أعطى الفدرالي الأمريكي الفرصة للحديث اللي كان موجود معانا. الفدرالي الأمريكي كمان أعطى توقعاته بالنسبة لعام 2025 واللي رفع فيها الناتج المحلي، لكن أشار إلى فترة أطول من معاناة الأسواق الأمريكية من أرقام التضخم المرتفعة، لكنه بالرغم من ده هيقدر إن هو يكون عنده عمليات خفض للفايدة، وبالتالي نوعًا ما ابتدت الأسواق تهدأ في انتظار الأخبار اللي هتكون موجودة معانا الفترة الجاية، وخاصةً الأسبوع الحالي إحنا عندنا خبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. عندنا دونالد ترامب خلال الفترة الأخيرة نوعًا ما خطاباته أصبحت أهدأ، لكن إحنا عندنا يوم 2 إبريل القادم هو الموعد اللي من المحتمل إن دونالد ترامب يفرض فيه المزيد من التعريفات الجمركية. لكن في نفس الوقت كان عندنا حديث من دونالد ترامب عن فكرة إن من الممكن إن يتم خفض التعريفات الجمركية المفروضة على الصين، وإنه هيتناقش مع الرئيس الصيني في ده خلال الفترات اللي جاية، وده برضه أعطى بعض الهدوء بالنسبة للأسواق. طبعًا المستفيد الرئيسي من كل ما يحدث خلال الفترات اللي فاتت كان الدهب اللي قدر إن هو يحقق قمة تاريخية جديدة أعلى مستويات ال3000 دولار للأونصة الواحدة، وبالرغم من حالة الهدوء اللي حصلت دي إلا إن نوعًا ما الأرقام والقراءات الموجودة معانا بتدعم استمرار الدهب في الارتفاعات خلال الفترة الجاية، لأن حتى الآن إحنا ما عندناش حالة من اليقين إن التضخم هيستمر في التراجع الفترة الجاية، ولا عندنا أيضًا يقين إن الفدرالي الأمريكي هيكون قادر على خفض الفايدة مرتين خلال عام 2025 لو استمرت نفس الأرقام، لأن إحنا أي ارتفاع في التضخم الفترة الجاية أو لو التضخم نوعًا ما أو بشكل عام تخطى مستويات ال3% من جديد، ما أعتقدش إن الفدرالي الأمريكي هيكون عنده الفرصة لعملية الخفض مرتين، وفي الوقت اللي هيكون فيه تعريفات جمركية مستمرة، وبالتالي زي ما قُلنا تضارب بين السياسة النقدية والسياسة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدال أو التداخل بين ما يفعله دونالد ترامب وما يفعله الفدرالي الأمريكي مش هيكون في الفرصة لهدوء الأسواق الفترة الجاية. فخلّينا نكون متابعين لأن إحنا ما زلنا متوقعين استمرار صعود الدهب. اللي حصل ده مش هيخلّي الأسواق الأمريكية تصعد بشكل كبير، لكن نوعًا ما هيخلّيها تتماسك خلال الفترات اللي جاية. النفط ما زال بيعاني بسبب قسوة المعروض في الأسواق والتوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي متوقعين استمرار تراجعات النفط الفترة الجاية، والين أيضًا باعتباره كان الملاذ الآمن اللي بيصعد الفترة اللي فاتت. مع حالة الطمأنينة اللي حصلت في الأسواق ابتدى يحصل ليه بعض التراجعات متوقع إنها تستمر، والجنيه الاسترليني بعد قرار الفائدة الأخير بتثبيت الفايدة ما كانش عندنا أي مفاجآت فيه. الفكرة كلها كان إن بعد ما التوقعات كانت بتشير إلى إن عضوين هيعارضوا قرار بقاء الفايدة كما هي بدون أي تغيرات، كان عندنا عضو واحد بس اللي عارض، وده نوعًا ما مطمئن بالنسبة لبنك إنجلترا، لكنه ما زال بيضغط على الجنيه الاسترليني بشكل كبير بسبب معدلات النمو. فده ملخص ما يحدث في الأسواق الفترة الحالية، واستنونا في فيديو جديد.